في كذا سؤال بيتسأل لينا خلال الفترة الأخيرة، ويكاد يكون أغلب الأسئلة ديت بتدور في دماغ أغلب حضراتكم، وهي خاصة بالحفاظ على قيمة مدخراتنا. إزاي نحافظ على قيمة فلوسنا خلال الفترة الجاية؟ أسئلة زي مثلا: هل أحط فلوسي في دولار لو أنا متاح أشتري ليا دولارات، ولا أشتري ذهب وأحافظ على قيمة فلوسي في الذهب؟ طيب سؤال تاني: لو أنا معايا دولار الأفضل أخليه دولار زي ما هو، ولا أبيعه وأشتري ذهب؟ طب لو أنا هخليه دولار الأفضل أخليه شهادة، ولا أخليه معايا في البيت، ولا أعمل فيه إيه بالظبط؟ فتعالوا بقى نجاوب عن كل الأسئلة ديت بالتفصيل. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك على الحلقه. خلونا يا جماعه قبل ما نجاوب على الاسئله نوضح ان الاسئله دي من وجهه نظرنا الشخصيه. طبعا اغلب الحاجات دي اللي بتحتمل اكتر من راي على حسب كل واحد. بنحاول دايما نوضح في مقدمة الحلقة ان دي وجهة نظرنا الشخصية. ممكن تلاقي في ناس بتقول عكسنا، قنوات تانية بتقول عكسنا، متخصصين تانيين بيقولوا عكسنا. كل واحد ليه وجهة نظر. انت حضرتك ممكن يكون ليك وجهة نظر عكسي تماما، فلا انا صح في المطلق ولا انت صح في المطلق، كل واحد ليه وجهة نظر. طيب خلونا بقى نتكلم في اول سؤال بيتسأل: احافظ على قيمة فلوسي ازاي دلوقتي؟ لو انا معايا مبلغ مثلا بالمصري اشتري دولار ولا اشتري ذهب؟ الناس كانت حاطة او بتفاضل بين الحاجتين دول. انا وجهة نظري لو انت بتفاضل بين الدولار وبين الذهب دلوقتي، الافضل بالنسبة لي ذهب، وفي اغلب الاوقات الافضل بالنسبة لي ذهب. ليه؟ لان الذهب اكتر حاجة بتحافظ على قيمة فلوسك، الملاذ الامن فعلا في كل الاوقات وفي كل العصور. لو حصل حرب خلال الفترات الجاية، حصل حرب عالمية تالتة، أهم حاجة هتحافظ على قيمة فلوسك وأهم حاجة هتنجيك من الحرب دي هي الذهب، مش الدولار. لا الدولار ولا اليورو ولا المصري ولا أي عملة خالص. في حالة الأزمات، في حالة الحروب، أهم حاجة بتبقى الذهب. لذلك أغلب البنوك المركزية وأغلب الدول بتشتري ذهب بكميات كبيرة. ده غير طبعا إن أنت عشان تحافظ على العملة ديت صعبة جدا، ممكن تتلف منك. لو أنت مثلا هتعينها في البيت ممكن مثلا لا قدر الله يحصل سرقة وتتسرق، فبيبقى طبعا شيلتها صعبة شوية عكس الذهب. الذهب انت لو جبته حطيته في البيت، اغلب الناس عندها ذهب في البيت ما فيهوش مشكلة، ولو سبته سنين لا هيتلف ولا هيبوظ ولا اي حاجة، ومحافظ على قيمته على طول. فطبعا لو هتفاضل بين ان انت تشتري دولار او تشتري ذهب في الوقت الحالي، الذهب طبعا يتفوق. لكن ده طبعا مش دلوقتي. وده ليه؟ لان زي ما احنا شايفين ومتابعين دلوقتي ان الذهب عند قمته. الذهب عند قمة تاريخية واعلى قمة يصل لها في التاريخ، سواء محليا وعالميا. واحنا دايما بنحذر ونقول ما تجريش على الذهب، وعامة ما تجريش على اي استثمار وهو عند قمته. انتظر الفترة الجاية يحصل تصحيح للسعر والسعر ينخفض شوية ويبقى معقول وتشتري بجزء ذهب. نخش على السؤال الثاني وهو السؤال الأصعب: لو أنا معايا دولار دلوقتي، هل أسيبه دولار زي ما هو؟ ولو هسيبه اتعامل معاه ازاي؟ اسيبه بقى في البيت ولا اتعامل في البنوك؟ طب لو في البنوك ازاي؟ ولا اصلا ابيع الدولار ده واشتري ذهب؟ انا وجهة نظري في الوقت الحالي ممكن تخلي جزء دولار، ولنفترض ان هو مثلا 50%. هنفترض يا سيدي ان انت معاك 10,000 دولار. انا وجهة نظري ان انت تفك 5000 دولار تشتري بيهم ذهب وتسيب 5000 دولار زي ما هو. طب ليه؟ لان برضو يا جماعة لسه متكلمين في اول سؤال ان الذهب افضل حاجة تحافظ على قيمة فلوسك في كل الاوقات وفي كل العصور وفي كل طبعا الازمات. ولكن برضو الدولار مازال قوي. الدولار دايما بيحافظ على قوته، ودايما امريكا ما بتسيبش الدولار ان هو مثلا يهبط قدام اي عملة تانية او اي عملة تانية تتفوق عليه. فدايما محافظ على قوته، وفي نفس الوقت يعتبر حفظ قيمة فلوسك. لو انت معلش سامحوني بقى في المقارنة دي، لو انت هتقارن بين الدولار وبين الجنيه المصري، طبعا الدولار هيتفوق. الدولار ما بيحصلش نفس الازمات اللي بتحصل للجنيه المصري. الجنيه المصري كل شوية قيمته عمالة تنخفض، التضخم عمال يزيد ويقل، وبيزيد اكتر ما بيقل بمراحل، وبالتالي
الجنيه المصري متعرض لتقلبات شديده جدا، الدولار مش معرض للحاجات دي. فعشان كده انا بقول لك بدل ما تبيع الدولار اللي معاك كله وتروح ان انت تشتري ذهب كله وتبقى حاطط البيض كله في سله واحده، فده طبعا مش صح. فانا بقول لك نص كده ونص كده، فيبقى برضو معاك نص دولار، برضو عمله صعبه ويعتبر اقوى عمله في العالم، وفي نفس الوقت الجزء الثاني ذهب اللي هو افضل حاجه بتحافظ على قيمه فلوسك. طيب بالنسبه بقى للجزء اللي هو دولار، ال 50% التانيين، انا وجهة نظري طبعا ان انت طبعا ما تشيلوش في البيت، الافضل تحطه في البنك. ولو انت عاوز عائد عالي شويه الافضل تحطه شهاده، ما تحطوش حساب توفير بالدولار، لان حسابات التوفير بالدولار قلنا ان هي قليله جدا. فالافضل بالنسبه لك طبعا شهاده لو انت مش محتاج المبلغ مثلا لمده سنه، لو في شهاده سنه، او لمده 3 سنين لو الشهاده لمده 3 سنين. لو انت متوقع ان انت تحتاجه قبل السنه، فانت برضو الافضل هيبقى بالنسبه لك ان انت تحطه في حساب توفير في البنك، ما تحطوش في البيت. زي ما قلنا ممكن يتلف في البيت وممكن يحصل له حاجات كتير. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده، وطبعا هستنى رايكم في التعليقات. هل انتم متفقين معانا في اغلب الاسئله ديت، ولا انتم ليكم وجهه نظر تانية؟ وطبعا لو ليكم وجهه نظر تانية اتمنى اعرفها في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتم منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.